سلام من الله عليكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضائل التربية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. دورة تأهيلية لمدراء المدارس في شمال البحر الأحمر. ثقافة حفظ الأشجار تحقق نتائج مرضية بجنوب البحر الأحمر. سيمينار تنوير للمزارعين بالمبيدات الحشرية. مقتل 16 فلسطينيا في مظاهرات يوم الأرض بغزة. روسيا تضغط عشرات الدبلوماسيين من 23 دولة. اضطراب رحلات إير فرانس بسبب إضراب الموظفين. أهلا بكم للتفاصيل. نظم مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تأهيلية في الإدارة لمدراء المدارس الابتدائية والثانوية العاملين في مديريات قندع، فرو، قلعلو، شعب ومصوع ودهلك، وذلك بالتعاون مع قسم البحوث وتنمية القدرات البشرية في وزارة التعليم. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ رشيد محمد عثمان أن العمل جاري باهتمام كبير لتقوية إدارة المدارس لدورها في الارتقاء بالنتائج التعليمية. من جانبه دعا السيد إدريس نور صالح من قسم البحوث وتنمية القدرات البشرية في الوزارة دعا المعلمين لتطوير التأهيل المكتسب بالعمل التطبيقي. وناشد المشاركون في الدورة التأهيلية لتوسيع التأهيل وشمله بمواضيع إضافية لأهميته في مساعدتهم بأعمالهم. وعلم بأن الدورة التأهيلية ستنظم في المديريات الأخرى بالإقليم. صرح مسؤول وحدة التنمية في فرع وزارة الثروة البحرية السيد محمد إياح أن ثقافة حفظ الثروة القابية وخاصة أشجار الشورى التي تنمو في الشواطئ البحرية والجزر بإقليم جنوب البحر الأحمر ظلت تحقق نتائج مرضية. وأشار السيد محمد إلى تنظيم حملات التوعية والسيمينارات للمواطنين حول حفظ وتنمية أشجار الشورى لما له من فوائد كثيرة، موضحا بأن الأشجار الكثيفة المنتشرة في مختلف المناطق نتائج تلك الجهود المبذولة. وتسهم أشجار الشورى في إيواء وإنتاج الأسماك ومكافحة التصحر وتنمية الزهور البحرية واستقرار البيئة، وهو أيضا أحد مصادر العلف للحيوان. وأوضح السيد محمد إياح أن بعض من البرامج الموضوعة فيما يتعلق بأشجار الشورى قرص مساحة 20 هكتار من أشجار الشورى وإقامة محمية في جزيرتين ذات كثافة تلك الأشجار، بالإضافة إلى توسعة قرص أشجار الشورى المجرب في تربية النحل التي حققت نتائج ملموسة في الماضي. وقال السكان أن منع قطع أشجار الشورى ثقافيا ساعد في حفظه وحمايته. نظم سيمينار تنوير المزارعين مديرية قال نفح بالإقليم الأوسط حول مكافحة الآفات الزراعية واستخدام المواد الكيميائية. وأوضحت مسؤولة وقاية النباتات في قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الأوسط السيدة هيمانوت إمباي أن على المزارعين القيام بمراقبة ومتابعة مستمرة لمزارعهم لدورها في مكافحة الآفات الزراعية عامة ودودة الحشد الصيفية المتوحدة بصفة خاصة. وذكرت المزارعين لرش المبيدات الحشرية الحاصلة على موافقة المهنيين الزراعيين. وقالت أن التنوع الزراعي والحفاظ على موسم الزراعة من الأساليب المساعدة لتجنب المبيدات الكيميائية. وتوجد في مديرية قال نفح مساحة 11,000 هكتار من الأراضي الزراعية التي تزرع بالذرة والبقوليات والبذور الزيتية. حققت المشاركة في التعليم في يومين بمديرية أرعة تطورا ملحوظا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وقال مدير المدرسة الأستاذ سبحات إسحاب أن حملات التعبئة التعليمية حققت نتائج مرضية، مشيرا إلى ارتفاع المشاركة في التعليم بنسبة 13% مقارنة من العام الماضي. وأشاد بمساهمة السكان لتقوية أنشطة المدرسة وحل ضيق الفصول الدراسية، موضحا عن الجهود المبذولة مع أولياء الأمور وإدارة الضاحية لرفع المشاركة في التعليم. وتعتبر مدرسة أيومنا الابتدائية والمتوسطة شبه الداخلية من بين 22 مدرسة في إقليم جنوب البحر الأحمر التي تقدم التعليم للطلاب في القرى البعيدة.
أفاد مراسل وكالة الأنباء بتقديم دورات تدريبية مختلفة ل 310 مواطن في كل من مديريتي مندفرة وعصب. ووفق تلك المعلومات قدمت الدورات التدريبية المهنية نظريا وتطبيقيا ل 263 طالب في مديرية مندفرة، فيما قدمت ل 47 شابا في مديرية عصب، وقد تضمنت الدورات على الجرافيك والمنتجة وتصفيف الشعر وغيرها من المهن. وقال مسؤول الشباب في الإقليم الجنوبي الشاب قرماي قبرو في مراسم التخريج التي جرت في مدينة مندفرة أن الدورة التدريبية المهنية جزء من البرامج المنتظمة الهادفة لبناء قدرات الشباب وتعزيز وعيهم. وأوصى مدير مديرية مندفر السيد هزكياس وهبة الدارسين للاستفادة الجيدة من المعلومات التي اكتسبوها وتطويرها على أرض الواقع أثناء العمل لتحسين حياتهم الماشية. وفي مراسم التخريج المماثلة التي جرت في مدينة عصب، ذكر مسؤول الشباب في إقليم جنوب البحر الأحمر الشاب عثمان عبد القادر بأن الاتحاد يعمل لتعزيز قدرات الشباب بالمعرفة المهنية والعلمية ويمنحها الاهتمام الأكبر، موضحا تقديم دورات مماثلة مستقبلا لعدد من الشباب. وقدمت في المناسبة قروض مالية وعينية تساعد الشباب للنشاط بالمهن التي تلقوها. توفي في بلدة مغولو بإقليم القاشبرك اليوم 31 من مارس المناضل دونغوس أري نافع، أحد الرعيل الأول لكفاح الشعب العتبي المسلح عن عمر ناهز 103 سنوات. التحق المناضل دونغوس أري إلى الثورة العتبية في شهر مارس 1962 بعد 4 أشهر فقط من انطلاقتها، ونتيجة لكفاءته وقدراته وخبرته عين قائدا لفصيلة عام 1963، وبلغ حتى قائد للكتيبة على مراحل، وهو مناضل وقائد نموذجي. وقاتل المناضل دونغوس أري وقاد المعارك ببطولة بدءا من معركة توغوربا، أول مواجهة عسكرية ضد المستعمر الإثيوبي عام 1963. وبعد الاستقلال قدمت الحكومة الدعم اللازم للمناضل دونغوس أري لتسيير حياته المدنية في بلدته، لكنه رغم تقدم عمره ظل يسهم في توجيه وإدارة السكان في مغولو وضواحيها، مفنيا عمره الكامل للنضال الوطني. والمناضل دونغوس أري رب أسرة وأب 11 ولدا، وسيورى جثمانه الثرى في 10 من يوم غد الأحد بمقبرة الشهداء في مغولو. وتعرب إدارة إقليم القاشبرك عن بالغ حزنها لوفاة المناضل الكبير دونغوس أري، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته ورفاقه. المشاهدون الأفاضل، إلى فاصل قصير ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. قال مسعفون في غزة أن القوات الإسرائيلية التي كانت تواجه واحدة من أكبر المظاهرات الفلسطينية في السنوات الأخيرة على الحدود بين إسرائيل وغزة قتلت ما لا يقل عن 16 فلسطينيا وأصابت المئات. وقال مسؤولون محليون أن عشرات الفلسطينيين الذين يضغطون من أجل حق اللاجئين في العودة تجمعوا بمحاذاة السياج الحدود البالغ طوله 65 كيلومتر، حيث نصبت خيام الاحتجاج من المزمع أن يستمر 6 أسابيع. وقدر الجيش الإسرائيلي عدد المشاركين بنحو 30,000. وقال الجيش الإسرائيلي أن قواته لم تستخدم الذخيرة الحية إلا ضد الذين حاولوا تخريب السياج الأمني. وذكر شهود أن الجيش أرسل طائرة دون طيار فوق موقع واحد على الأقل لإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان أن إسرائيل تتحمل مسؤولية أعمال العنف، وأعلن حدادا ليوم واحد. وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن غوتيريش دعا إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في عمليات القتل والإصابات التي وقعت بغزة. طردت روسيا 59 دبلوماسيا من 23 دولة، وقالت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ضد 4 دول أخرى في أزمة تتصاعد حدتها مع القرب بسبب تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال وابنته يوليا في بريطانيا. وقالت روسيا أن ما تفعله هو رد فعلي على ما وصفته بمطالبات لا أساس لها للعشرات من دبلوماسيها بالمقادرة من عدد من الدول التي أغلبها غربي انضمت للندن وواشنطن في عقاب لموسكو فيما يتعلق بالقضية.
واستدعت روسيا رؤساء البعثات الدبلوماسية لأغلب الدول التي طردت دبلوماسيين روسا وأبلغتهم بطرد عدد مساوي من دبلوماسيها. وترفض روسيا اتهامات بريطانيا بأن تقف وراء الهجوم على سكريبال وابنته، وصورت تلك المزاعم على أنها جزء من مؤامرة غربية موسعة لتخريب العلاقات بين الشرق والغرب وعزل موسكو. ألقت الخطوط الجوية الفرنسية ما يقرب من ربع رحلاتها التي كانت من المزمع إجراءها بعد عديد من الدعوات لإضراب جديد لأفراد الشركة الذين يطالبون بزيادة الأجور، إضافة للمطالبة بتحسين أحوالهم والاعتراض على السياسات المتعلقة بعملهم التي تنوي الحكومة الفرنسية اتخاذها في إطار خطة إصلاح. وقال بيان صادر عن الشرطة الفرنسية أنه بسبب دعوة عديد من نقابات عمال الخطوط الجوية الفرنسية لإضراب تعطل جدول الرحلات. وأوضحت شركة الطيران أنه من المتوقع مشاركة ثلث الطيارين في الخطوط الجوية الفرنسية و20% من الموظفين، كما لا تستبعد إجراء مزيد من الإلقاءات أو التأجيلات خلال الساعات الأخيرة. ودعت 10 نقابات بشركة الخطوط الجوية الفرنسية لتنظيم إضراب يومي الثالث والسابع من أبريل المقبل. تستضيف مدينة ديربويا الصغيرة في بلجيكا للمرة الأولى معرضا يضم نحو 50 تمثالا عملاقا مصنوعا من الشوكولاتة البلجيكية على هيئة أفيال وقردة وأسود وطيور. ويشارك في المعرض 40 فنانا من أنحاء العالم، ويعمل المنظمون في أن يتحول إلى مناسبة سنوية. ويجتذب الحدث بالفعل أكثر من 30,000 زائر، ومن المتوقع تدفق المزيد خلال فترة العطلات وحتى انتهاء المعرض في 8 أبريل. وتطلق مدينة ديربويا التي يسكنها نحو 10,000 نسمة على نفسها اسم أصغر مدينة في العالم، وتجتذب سياحا من بروكسل ولوكسمبورغ. وقالت مسؤولة من المجموعة التي تنظم المعرض أن الفكرة تتمثل في إقامة أكبر مهرجان لتماثيل الشوكولاتة في العالم في أصغر مدينة في العالم. من تحقيق فوزا عريضا على إيفرتون ب3 أهداف مقابل هدف. المشاهدين الأفاضل، بهذا نوصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. نشكركم على حسن المتابعة والاستقاء. في أمان الله.